مصرال بأكمله، متراجع الآن لأداء أدوار الدفاعية. أحمد المنهالي إبعاد بمبدأ الأمان، ينقل الكرة أمامية. مهند علي في قتال كعادته، لاعب شرس مقاتل مزعج أمام أي دفاع. النجم من الخلف، بالتالي لنذهب بالطريقة اللي ممكن نزعج فيها مصرال، هي الكرات الأمامية. أمامنا رباعي في الخط الأمامي قادر على إزعاج أي منافس. كرة تلعب أمامية مجددا لمصلحة أم صلال داخل المنطقة. الكرة خطيرة خطيرة خطيرة. الله الله، لا 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 لا, لا. الراية تحرم كاكي وتحرم أم صلال من الهدف الثاني. هنا الكرة هذه الأولى، هذه الثانية فيها راية. الفار موجود. شوف جانب من خارج الملعب، تحولت رمية تماس سريعة من أحمد المنهالي. مهند علي يملك كرة. مهند الآن، مهند، الله ممتاز، رائع لعباتك يا ميمي، كراتك يا مهند، خطورتك يا مهند علي في اللقطة الماضية. شوف رمية التماس لعبت، وصلت إلى مهند علي، هيا على قدمه اليمنى وسدد كورة حلوة تعتلي العارضة بقليل لقطة وفرصة أخرى خطيرة لمصلحة السيلية، عدت ومرت خارج الميدان. سيلية آخر، عبد النور واحد من أصحاب الخبرات الكبيرة في 31 عام. كرة خطيرة مجددة، ركلة جزاء يشير إليها حكم اللقاء سلمان فلاحي. لعيب عبد القادر إلياس، لعيب يعرف ماذا يفعل، خبرة كبيرة. شوف اللقطة الماضية، هي رايحة عليه، لكن قال خلني ألحق عليها قبل حارس المرمى وأكسب ركلة جزاء، هو فعلا أخذ الكرة والحارس لم يلامس الكرة على قدم اللاعب المهاجم، وركلة جزاء سليمة 100%، سليمة تماما، ما فيها أي نسبة شك، واضحة. والفار موجود، راح يؤكد المؤكد اساسا، ركلة الجزاء تأتي لمصلحة السيلية في وقت يعني ركلة الجزاء صعب ربما على أم صلال، لكن لسه يعني هي ركلة جزاء، نعم 90% واكثر هدف. هذه اللقطة القرار اللي ممكن يتخذه حكم المباراة سلمان فلاحي. يبدو في تلامس من الخلف على القدم، وفي شد خفيف من القميص. الشد الخفيف هذا ممكن يتم تجاوزه، لكن يبدو ان في تلامس على القدم. ما القرار يا سلمان فلاحي؟ ما القرار؟ لا، ركلة جزاء. تلغى ركلة الجزاء، تلغى وخطأ.